السلام عليكم متابعين صفحة تناوي. من كنتوا سيتو الزمق راكم تتبعوا في الصفحة، ما شاء الله عليكم، يعطيكم الصحة، مرحبا بكم كاملين. إذا السعر الأورو اليوم في الجزائر راهو مازال ثابت على نفس السعر تقريبا، تقريبا منذ يومين. السعر اليورو اليوم رانا 12 جانفي 2025، 12 جانفي 2025. السعر الأورو اليوم راهو تقريبا في معظم ولايات الجزائر. إذا حبيت أنت تبيع لورو تاعك يشريوها عليك بزوز ملاين و500 وزوز ملاين و490 تقريبا في بعض المناطق الصغيرة يعني، فما بالك المناطق تاع السكوار الكبيرة. إذا زوز ملاين و500. إذا حبيت تشري عليهم لورو راهم يبيعوه تقريبا زوز ملاين و510,000، زوز ملاين و520,000 حتى 30,000 إذا كانت في العاصمة وغيرها. فيما يخص المنحة تاع 750 والأثر تاعها على صعود او نزول الاورو في الجزائر، هنا لازم نفهم واحد النقطه صغيره جدا حسب ما واش فهموني مليح. اكدوا لي المعلومه هذه، قالوا لي شوف، اذا كانت المنحه تاع السفر تاع 750 اورو هذه اللي حمدوها راهي ما زالت لحد الساعه، مع اليوم رانا في يناير عطله، البنك راهي مقفوله. لازم نفهموا اذا هذا 750 تمدد لجميع المواطنين الجزائريين لديهم الحق فيها، يعني بدون تفرقة ولا بدون أي شيء، جميع مواطن جزائري عنده الحق في السفر يدي 750 تاع. في هذه الحالة راح تأثر شوية ولا تأثر حتى بزاف على حساب الكمية على السكوار، يعني الأورو راح يهبط، وكما قلت لكم كما توقعت يقدر يهبط حتى لزوج ملاين و400 ولا زوج ملاين و300، يبقى في البلاصة هذه. أما إذا كانت فيها قرارات وقوانين أنه 750 هذه ما همش للناس بالكل، وسيرتو لكن داروا مشكل فيها على تونس، يعني انا واش حندير بها لورو مالا كي نقدرش ندير سياحه لتونس؟ اصلا الجزائر راهي مغلوقه، يعني ما نقدرش نسافر من اي دوله اخرى نورمالمون. ففي هذه الحاله الاورو يا يمكن يزيد يصعد ثلاثه كما قالوا الخاوه، قال لك يصعد 3 ملايين، ولا راح يبقى في 2 ملايين و600 2 ملايين و700، والله اعلم. انتم اعطوني رايكم، انتم اهل الاختصاص اذا كاين، رغم انه ما شفتش اهل الاختصاص راهم يهضروا هنا، راهم مسكيفين، خرجوا شويه هضروا شويه، اعطونا النظريه تاعكم هذه يا جماعه. طلعوا في روحكم، بالتوفيق للجميع، وبدايه اسبوع جميل وجيد لكل الناس. السلام عليكم.